راجل ابن راجل ومن أعمدة المنتخب، والحمد لله اطمنا على مركز حراسة مرمى منتخب مصر لسنين قدام. مونديالي مونديالي يا جدعان، ودوه بس أي محافل مونديالية مش أفريقية كمان، ودوه أي محافل مونديالية، كأس عالم بقى، كأس عالم للأندية، انتركونتيننتال، أي محفل عالمي وأي حاجة تخص الفيفا، ودوه بس، ودوه شوفوا هيعمل ايه. العب بقلبك في اي حته بتلعب فيها، في الاهلي، كنت في الزمالك، في المنتخب، راجل فنيتك مش قد كده ولكن راجل في الملعب وبتدي 200% من مجهودك في الماتش، مش مركزك ومظلوم فيه، وللاسف في عند ان انت تكمل في المركز ده لحد ما اتصبت. ان شاء الله اصابتك تبقى خفيفه، ان شاء الله تلعب في مركزك، ولكن راجل ابن راجل. شد الجوانه محمى وادعي على اي وينج هيلعب عليه بالرحمه. مسمار في نص الملعب يا ابني، والله العظيم مسمار في نص الملعب، الله اكبر عليك. من احسن اختيارات حسام حسن قسما بالله، ومن احسن الحاجات اللي حسام حسن فعلا بيعتمد عليها في التشكيل الاساسي لمصر، المسمار التاني في نص ملعب منتخبنا. على الخليج على طول، ما فيهاش كلام، على الخليج وفلوس الخليج. بحبك، وطالما انت بتفيد المنتخب فانا بحبك، وطالما هي ماشيه معاك فانا بحبك، وطالما انت مجتهد فانا بحبك. ياخد دقايق مشاركات اكتر من كده، عنده دم، راجل امكانياته كلها عارفينها. تريزيجيه من القوام الاساسي للمنتخب اللي المفروض نشوفه اساسي الفترات اللي جايه. الحب جاني جاني. لا حول ولا قوه الا بالله. تحياتي ليك على الروح والاداء والعزيمه. فنيات مش احسن حاجه، اتكلمنا كتير، ولكن الروح والاصرار والعزيمه ورغبه المكسب اللي موجوده عندك واللي مصدرها للعيبه. تحياتي ليك يا عميد.